مع الاقتراب ديال الغونوفيلمون ديال لو كونطرا دو باي بالنسبه للاغلبيه ديال الناس اللي عايشين في كيبيك، غادي تكونوا بلا شك جاكم ان نافي دوغمونطاسيون ديال الكرا اللي غادي تبقاو تخلصوا. هاد لو مونطون اللي بلا شك غادي يكون فاجئكم هاد العام، واللي الا فيريفيتو مع ناس اللي كيخلصوا تقريبا نفس الثمن ديال الكرا بحالكم، احتمال كبير تلقاو اختلاف في المونطون دوغمونطاسيون معاهم. هاد الزيادات في الاثمنه ديال الكرا معروفه هنا في كيبيك، ولكن اسكو سي ليغال؟ واش البروبريتير عنده الحق يزيد شحال ما بغا؟ وكيفاش اصلا كيحسب هاد لوغمونطاسيون؟ انا المهاجر المستثمر وجيت في هاد لا فيديو باش نشوفوا جميع الزيادات اللي جاتنا في الكرا واش معقوله، وخصوصا شنو تبدل في السنه ديال 2026 مع السنوات الماضيه، وعلاش هاد لي زوغمونطاسيون ولاو مختلفين من شخص لاخر. وما تنساوش لي لايك اي فو كومونتير وتابوناو معنا في لاشين باش تبقاو ديما على بال. الا كنتي عايش في كيبيك وكاري والباي ديالك قرب يتغنوفلا، وبيان سور غادي يجيك ان نافي دوغمونطاسيون اللي غادي تبدا تسول راسك واش خاصني ناكسبتي، واش عندي ان اوتر شوا. ولكن قبل ما تديسيدي خاصك تعرف واحد الحاجه مهمه، ماشي كاع لي زوغمونطاسيون كيكونوا اوتوماتيكمون ليغال. اول حاجه هو انك تفيريفي وقتاش وصلك لافي. ففي حاله اذا كان عندك لو رونوفيلمون لو 1er جويي، فلافي خاصو يكون وصلك entre لو 1er جانفي et لو 31 مارس، سينون تقدر تكونتيستي هاد لوغمونطاسيون. وهاد الشيء على حساب لا دوغي ديال الباي. الا كان ان باي دو 12 موا او بلوس، فالبروبريتير خاصو يصيفط لافي دو رونوفيلمون 3 à 6 mois avant la date de renouvellement. اما الا كان لو كونطرا دو باي ديال موان دو 12 موا، فلافي خاصو يوصلك entre 1 et 2 mois avant la fin du bail. ولكن اللي كيهمنا اكثر في هاد لا فيديو هو ماشي الوقت، ماشي لي دات، ولكن لو كالكول اللي كيخلي ان هاد لوغمونطاسيون اللي جاتك كتوصل لهاد لو مونطون. وهنا فين الاغلبيه ديال الناس كتدوخ، لحقاش دوبوي لو 1er جانفي 2026 لي ريغل تبدلوا والطريقه ديال الحساب ما بقاتش كيف ما قبل. Le tribunal administratif du logement كان كيحدد لو pourcentage d'augmentation ديال لي لويي en se basant على تقريبا 12 كريتير، اللي منهم التضخم، الارتفاع ديال لي تاكس، لي زاسورانس، لي ترافو، لينيرجي ودي كريتير اخرين. ولي زوغمونطاسيون كانوا كيقدروا يوصلوا فاسيلمون ل 6 7% فوار بلوس. والمشكل اللي كان هو ان هاد لا فورمول كانت كومبلكس وما مفهوماش، خاصك فيها دكتوراه في المات وديكور في لاريتميتيك والالجبر تشوف واش تفهمها. وهاد لا كومبلكسيتي كانت وحده من بين الاسباب لي بلو كورونت ديال المشاكل ما بين لي لوكاتير اي لي بروبريتير. وهاد الشيء كان كيخلينا اننا ما نعرفوش كيفاش تحسبات هاد لوغمونطاسيون. و ا بارتير من لو 1er جانفي 2026 لو تريبونال ادمينستراتيف دو لوجمون غادي سامبليفي الامور. اي واحد جاه النافي دوغمونطاسيون من بعد هاد لا دات، الحساب ديالو غادي يكون مبدل وكيتبازا على اون نوفيل فورمول. لو نوفو كالكول غادي يبدا ابارتير من ان بورسونتاج دو باز اللي لو طال كيحددو بحساب لا موين ديال التضخم ديال 3 سنين اللي دازو. وهذا غادي يكون المينيموم اللي غادي تزاد علينا من عند لي بروبريتير، واللي تحدد سنة 2026 في 3.1%، ويقدر يتغير من سنة إلى أخرى. هاد 3.1% كيدخل فيها لو كو د لافي واللي كيتسمى لانديس دي بري على كونسوماسيون. ومن بعد هاد لو كريتير غادي يجيو 3 زوتر كريتير اللي غادي نحسبو بهم لوغمونطاسيون ديال لو لويي. بيان سور قبل من 2026 كنا قلنا باللي كانوا كتر من 12 كريتير، فدابا ولينا فقط في 4 ديال لي كريتير سامبل وواضحين بالنسبه لينا وعند لي بروبريتير اللي كارين عندهم. لو دوزيام كريتير هو لي تاكس، لو تروازيام هما لي زاسورانس، ولو كاتريام هما لي ترافو ماجور ولا لي رينوفاسيون. غير هو بالنسبه لي تاكس اي لي زاسورانس الا ما تعداوش 3.1% فما غاديش يدخلوا في الحساب ديال لوغمونطاسيون دو لويي.
بمعنى إلا لو بروبريتير تزادوا عليه لي زاسيورونس اي لي تاكس ب 4% مثلا، فالفرق ما بين 3.1% و 4% هو اللي غادي يتزاد في لا فورمول، يعني 0.9% فقط. في حين انه الا تزادوا عليه لي تاكس اي لي زاسيورونس ب 2% باغ اكزومبل، فما غادي يتزاد والو في لو كالكول ديال لوغمونطاسيون دو لويي. اما بالنسبه لي رينوفاسيون فلو تال حددهم في 5% ديال لي كو اللي يقدروا يتزادوا شاك اني على لي لوكاتير. نعطيكم ان اكزومبل. في حالة واحد لو بروبريتير دار دي رينوفاسيون في ان بيلدينغ اللي كلفوه 25,000 دولار، وهاد البيلدينغ كانوا فيه 25 ابارتمون، فشاك ابارتمون غادي تزاد عليها 5% من 1000 دولار باغ اني في لو لوي، وهنا كنهضروا على 50 دولار باغ اني. غير هو ما ننساوش باللي عندنا الحق اننا نطلبوا لي بروف ديال لي رينوفاسيون. وباش نزيد نوضح لكم الامور، لو تال او لو تريبونال ادمينستراتيف دو لوجمون ماشي هو اللي كيقرر اوتوماتيكمون لوغمونطاسيون اللي غادي تجيك في لافي. الدور ديالو هو فقط انه يتدخل في حاله الا tu as refusé l'augmentation ou le propriétaire il a contesté ta décision. دونك نورمالمون كلشي كيكون اون نيغوسياسيون ما بينك وما بين البروبريتير، وفي حاله الا جاتك اون اوغمونطاسيون اللي نتايا ما متفقش عليها فعندك الحق انك تغفوزي وتبقى في دارك. غير هو بيان سور خاصك تفيريفي لي كالكول وتكون متاكد بان لو مونطون اللي تزاد عليك ماشي جوستيفيابل. ومن الاحسن انك تحاول دائما تنيغوسي مع البروبريتير ديالك باش تلقاو ان تيران دونطونت. هاد لو نوفو كالكول لو غوفرنمون دارو باش يرد الامور سامبل ويقلل من المشاكل اللي تقدر توقع ما بين البروبريتير اي لي لوكاتير. ومهم اننا نفهموه باش نعرفوا نيغوسيو على راسنا، وعلاش لا ما نقصوا في لوغمونطاسيون الا كان من حقنا بيان سور. و il ne faut jamais sous-estimer هذاك لو مونطون اللي نقدروا نقصوه، اللي بعض المرات يقدر يبان لينا قليل، ولكن بالنسبه للناس اللي متبعين لاشين فغادي يعرفوا بانه اي مونطون قدرنا نيبارنيو غادي نقدروا نستثمروه، وبيان سور مع مرور الوقت غادي يدير الفرق في لي فينانس ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، وما تنساوش تشوفوا لا فيديو ديال واش نشري داري في كندا ولا نبقى كاري اللي غادي نخليها لكم اون هو ضغط، وبارطاجيو لا فيديو مع لو ماكسيموم ديال الناس اللي كتعرفوا باش كل شيء يستافد. كان معكم المهاجر المستثمر، السلام عليكم.